سؤال بيجيني على طول من المشتركين يعني في القناة بيسألوني هل الأطفال المولودين في أيرلندا دول على طول كده بيبقوا اوتوماتيكلي يعني ايرش سيتيزنز ولا لا؟ هل برضو الأطفال اللي بيكونوا مولودين في أيرلندا الشمالية دول برضو بيبقوا أيرلنديين أو يحق لهم إن هم يكونوا أيرلنديين ولا لا؟ ولو يحق لهم فإيه الشروط؟ كل الأسئلة دي وأكتر منها كمان هجاوب عليها في الفيديو، بس قبل ما ندخل في التفاصيل يا ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا زر التنبيهات عشان يوصلكم كل جديد، واللايك اللذيذ بتاعك. ويلا بينا ندخل في التفاصيل. بص بقى يا سيدي، عشان تيجي كده تسأل نفسك سؤال تقول هل كل الأطفال المولودين في أيرلندا دول أيرلنديين؟ بص، الموضوع اتغير من بعد سنة 2014، بمعنى صح من 1/1/2015 القانون اتغير في ايرلندا ككل. فدلوقتي عشان الطفل اللي بيتولد ده يكون ايرش سيتيزن على طول بالميلاد، فده لازم يعني يكون ايه، في شروط عشان الموضوع ده يحصل. ولو الشروط دي مش موجوده ففي سكك تانية تقدم بيها على الجنسيه لطفلك. بص بقى يا سيدي، عشان خاطر اللي يجي يقول لك ان اي طفل بيتولد في ايرلندا فده ايرش سيتيزن، فانت اقول له كده ايه، لا استنى، اجابه حضرتك او كلام حضرتك غلط هنا. عشان الطفل المولود يكون ايرش سيتيزن او مواطن ايرلندي بالميلاد لازم يكون حاجه من الاثنين. اول حاجه يكون الابوين او احد الابوين هو مواطن ايرلندي، وهنا مش بتكلم على الايرلنديين اللي هم بالميلاد، لا انا بتكلم على ان مواطن ايرلندي احد يعني الابوين حصل على الجنسيه الايرلنديه بالتجنس، بس في وقت ميلاد الطفل في ايرلندا هنا يكون احد الابوين ايرش. اول حاجه التانية، لو هنقول الاب والام مش ايرلنديين ومحدش فيهم معاه الجنسيه، ففي الحاله دي لو حضرتك مقيم لمده 3 سنوات من اخر 4 سنين قبل ميلاد الطفل، فحضرتك طفلك اول ما يتولد هيكون ايرلندي برضه بالميلاد. بس المهم ان يكون معاك ما يثبت ان حضرتك مقيم في ايرلندا في اخر 3 سنين. وطبعا اهم حاجه من الاثباتات دي فهي كارت الاي ار بي كارد بتاعك، اللي هو كارت الاقامه، ان انت تكون حضرتك مقيم اقامه قانونيه. حد تاني يجي يسالني يقول لي نفرض مثلا انا معايا الجنسيه وسافرت، تمام، اتجوزت في دوله تانية يعني وبقى عندي اطفال، تمام، هل هم ايرلنديين ولا مش ايرلنديين؟ انا بقى يا سيدي هجاوب حضرتك. دلوقتي في حاجه من الاثنين، يعني في سكه من الاثنين. اول واحده وهي ان حضرتك لو انت مواطن ايرلندي بالميلاد، يعني انت اتولدت في ايرلندا وجيت حضرتك سافرت عشت في دوله تانية واتجوزت وخلفت، تمام، هنا اولادك اول ما بيتولدوا هم مواطنين ايرلنديين على طول. حضرتك مش محتاج انك تقدم لهم اي حاجه، انت بتقدم لهم على الباسبورات على طول لان هم مواطنين ايرلنديين على طول عشان حضرتك ايرلندي بالميلاد. اما بقى لو حضرتك يعني مواطن ايرلندي بالتجنس وحصلت على الجنسيه الايرلنديه، ففي الحاله دي لو حضرتك اتجوزت في دوله تانية وبقى عندك اطفال، بس المهم وقت ميلاد الاطفال دول انت كنت معاك الجنسيه وحامل الجنسيه الايرلنديه، فهنا اطفالك برضو بيبقوا ايرلنديين، بس انك حضرتك محتاج تعمل حاجه واحده بس، وهي ان انت تعمل ابلكيشن للاوفيس بتاع الفورن بيرث ريجستري، وده عشان يعني يطلع لهم شهايد تجنس. وفي الحاله دي اطفالك مش محتاجين ان هم يعيشوا ولا يوم في البلد، لان وقت ميلادهم حضرتك يعني او حضرتك كنتي مواطن ايرلندي يعني او ايرلنديه وحامله الجنسيه الايرلنديه. طيب سؤال تاني، واحد يجي يسالني يقول لي طب الاطفال المولودين في شمال ايرلندا في ايرلندا الشماليه، يعني هل دول برضو يحق لهم ان هم يقدموا على الجنسيه الايرلنديه او هم يعني بيبقوا ايرلنديين على طول؟ انا يا سيدي هقول لك ان الاطفال اللي بيتولدوا في شمال ايرلندا او في ايرلندا الشماليه اللي هي تابعه للمملكه المتحده، الاطفال دول بيحق لهم ان هم يحصلوا على الجنسيه الايرلنديه لو هم عايزين. اب والام عايزين ان الطفل ياخد الجنسيه الايرلنديه بياخدها وبيقدم وبيطلع له الباسبور على طول، لان ايرلندا الشماليه لحد النهارده ايرلندا الجنوبيه الجمهوريه بتعاملها ان هي جزء من الجزيره الايرلنديه، فاي طفل مولود في الجزيره الايرلنديه ليه حق ان هو يحصل على الجنسيه الايرلنديه، بس طبعا بشروط. وبالنسبه لشمال ايرلندا الاطفال اللي بتتولد في شمال ايرلندا ففي شروط ان انت حضرتك اطفالك ياخدوا الجنسيه الايرلنديه. وهنا الشروط بتقول ان لازم يكون الاب والام او احد الابوين هو مواطن ايرلندي او مواطن بريطاني، او برضو زي ما قلت حد مقيم في ايرلندا الشماليه 3 سنين متواصلين من اخر 4 سنين. فحضرتك لو طفلك اتولد انت بتختار، لو عايز تدي الجنسيه الايرلنديه بياخدها، لو عايز تدي الجنسيه البريطانيه بياخدها، بيبقى الموضوع يرجع لحضرتك، بس المهم انك تكون مقيم اقامه قانونيه في اخر 3 سنين من اخر 4 سنين قبل ميلاد الطفل. ومش شرط يكون الابوين الاثنين زي ما قلت، برضو لازم يكون على الاقل واحد منهم. تعال نقول بقى ايه، ان حضرتك عايش في ايرلندا هنا ليك سنتين بس وخلاص، يعني مراتك ولدت او زوجتك يعني عايشه لها سنتين وولدت بعد كده على طول، ما كملتش 3 سنين اقامه قبل تاريخ يعني الميلاد بتاع الطفل. وهنا يعني ايه اللي ممكن يحصل؟ فحضرتك هنا بص، القانون
بيقول ان في 3 انواع من الابلكيشنز، فورم 9 والفورم 10 والفورم 11، كل فورم فيهم ليه سكه معينه او شروط معينه عشان تقدم بيه. هنتكلم اول حاجه عن الفورم 9، او مثلا حد عنده اطفال وكبروا وبعد كده هو اخذ الجنسيه الايرلنديه، واطفاله دول ما كانوش عايشين معاه هنا ولا حاجه، وكانوا مثلا بره وعمل لم شمل جابهم، بس هو معاه الجنسيه الايرلنديه، فهم طبعا لازم يستنوا. في الحاله دي الاطفال مش هتستنى 5 سنين زي الاول. هنا في الحاله دي الاطفال هتستنى 3 سنين بس، عشان احد الابوين هو مواطن ايرلندي بالتجنس. هنا بتكلم برضو بالتجنس. فطول ما احد الابوين ايرش او ايرلندي بالتجنس، والاطفال هنا جم ايرلندا عشان مثلا يعيشوا هنا وعايزين يقدموا على الجنسيه، فحضرتك بتستنى 3 سنين بس للطفل، وبعد كده بتقدم له على الجنسيه. وهنا بتعمل له فورم 9، فورم رقم 9. خليك فاكر الفورم ده كويس، فورم 9 للاطفال اللي هم احد ابويهم مواطن ايرلندي بالتجنس، عشان ده اللي بتملي للاطفال اللي هم احد ابويهم ايرلندي. نيجي بقى نتكلم عن الاطفال اللي هم بيتولدوا في ايرلندا بس الاب والام ما كملوش ال3 سنين قبل ميلاد الطفل. ففي الحاله دي الطفل بيضطر ان هو يستنى 5 سنين علشان يقدم على الجنسيه. في الحاله دي بتستخدم فورم 11 او فورم 11، ده للاطفال اللي هم اتولدوا في ايرلندا واهلهم ما كانوش كملوا 3 سنين اقامه، او ما كانش احد الابوين ايرلندي، ففي الحاله دي بيستخدموا فورم 11 عشان يقدموا على الجنسيه. الحالة الأخيرة، وده بالنسبة طبعا الفورم رقم 10 أو فورم 10، ده بالنسبة للأطفال اللي هم يعني ليهم جذور أيرلندية بالدم، أو إن هم أيرلنديين مثلا جم أيرلندا بالتبني. ففي الحالة دي هم مش يعني بالتبني لشخص أيرلندي يعني. ففي الحالة دي هم مش ملزمين إن هم ينتظروا، لأن بصراحة ربنا ما شفتش أي فترات انتظار ليهم في المعلومات بتاعة الفورم ده. وهم بيقدموا على طول على الجنسيه، وده بيقدم على طول بس بيستخدم فورم 10. دي كل المعلومات اللي انا قدرت اجمعها بخصوص ازاي يعني او طريقه تقديم الجنسيه للاطفال. الفتره اللي فاتت جاتني اسئله كتيره جدا تخص الموضوع ده، وانا حبيت يعني انا ما اتاخرش عليكم في موضوع الفيديو بتاع الجنسيه للاطفال، عشان الفتره اللي فاتت انا عملت كذا فيديو عن يعني حتى نظام النقاط الجديد اللي عملوه هنا في ايرلندا بخصوص الجنسيه، او يعني ازاي تجمع النقاط. هتلاقي كل الفيديوهات دي تحت، لما تدخل كده على الفيديوهات هتلاقي كل الفيديوهات تحت موجودة. ادخل خد فكرة عن الموضوع، عشان حتى برضو تبقى فاهم ان انت لما تيجي تبدأ في اجراءات الجنسية هتجمع ايه وتظبط اوراق ايه بالظبط. يا رب ما كنتش طولت عليكم في الفيديو، بس قبل ما تخرجوا يا ريت تشتركوا في القناه وتفعلوا زر التنبيهات عشان يوصلكم كل جديد. وهسيب لكم اللينكس بتاعت السوشيال ميديا بتاعتي تحت في الديسكربشن بوكس في صندوق الوصف، عشان لو عندكم اي استفسارات تخص الموضوع ده يا ريت تراسلوني، وان شاء الله باذن الله هرجع لكم في اسرع وقت. ده كان الفيديو بتاعنا بتاع النهارده، واشوفكم على خير. السلام عليكم.